بكونك المحيي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذر وآله وصحبه ولتحيي قلبي وكن لي به يا محيي ومد عمري فيك ولتصفه فيك وفيه وعنانك فيه بكونك القيوم صل بسلام على النبي النور الذي جل ظلام وآله وصحبه وأصلحا كل به عبدا قديما مفلحا يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرود للعدا يا ماجد صل على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباح وصل يوم ولي أوجد بكن اليوم ما لي قبله لم يكن وليغب مجدا يدوم واحمني عن كل ما يودي ورد لي ضمني واجعله يا رب إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سقل الصلاة بكونك الواحد رب والأحد يا صمدا ليس له كفوا أحد صل على الهادي النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه وارض لي اليوم كل مشرك بالفضل وازجر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأحرى واتق قلبي الشرك والنفاق ورد لي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والغدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل وصحبه وزد تعليمي وليجد بمددي قد فاقا وفي مبيع قلد النفاقا بكونك المقتدر مقدما صل على ماح حوى التقدما سيدنا الداعي وزد خير سلام بآله وصحبه الجال سلام وليهب جملة ما للأولياء تهبه بكم وقلد النيليا بجاهه وليقلد الزفر بما يفوق الظن من شهر الصفر يا أكرما لي ساق ما أدقر يا الله يا نافع يا موقر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجوي وآله وصحبه ووجهني به مكائد عدايته وصير الجميع لأنصارا بجاهه ورد لي الأمصار بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطن يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وولد وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وبالمعالي اشهرني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشاني قدما وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاهه الأعادي يقمع وصل يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكل بكن دواما وتقبل كل يا متعالي صل بتسليم على النبي العفو ذي التعليم والله وصحبه وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبيع معا وجد لي بما أشاء وما أختار بكم به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لي جدت بالقرآن والمساني فلك شكري من ربي عساني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انقراطي غدا في الكرماء وليقدر رغدا جدلي بأن أكون ذا انقراطي في سلك من هدوء بلا إفراط أورثني الكتاب هب لي الصفات وهب لي السبق بالجاه المصطفى وسرمدا صل عليه بالسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة السحب والعدخ مع
واحمي حياتي برجال بدر عبدا قديما ولتعظم قدري وارض عنه وعن السحب الكرام وسرمدا سخ لي بهم فوق المرام واجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليذهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليذهب كوني سرور الدهر وبشر كل سنة وشهر وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وقوتي وليذهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن نكون فرحة المقدم بكل ما يسره من قدمي وسيلتي والجنة محمد سل عليه بسلام ثمد بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبيع وسول قدلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت القرب ذات رق مصليا على النبي الحق سل بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هداية ليس يكون بعدها غواية وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا قائدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد القلاق زكيت النفسية فلا أنتقم لك فأنت المالك المنتقم بل إنني على القوي والأمين أثني مصديا بالتسليم الأمين سل صلاة بسلام ربي على القليل المجتبى المحب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل وليهب عدالة مع التقى في كل شيء وتدم لي ارتقى أنت العفو والرؤوف فاعف عني في الدارين يا من يعفو وسرمدا سل على المامون وسلما عليه بتامين في آله وصحبه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيك فوق ما رجوته يا غافرا انتقما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك سل وسلما على الكريم والآل وصحبه ذوي التكريم وسرمدا هب لي بلا حساب ما شئت واجعل غربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لاقيت قبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لجاد بالمرام صل وسلما على المكرم والآل والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون صمدا أغرادي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وصرمدا صل عليه بالسلام الآل والصحب والاشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل عقائدي وقولي والعمل حقا وسقلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لن يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي محمد صل عليه بالسلام في الآل وصحبه والاشكر ذا الكلام مقسط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سل بتسليم على المكين والآل وصحبه ذوي التمكين وهب لي الإقساط في عقائدي ومنطقي وعملي يا قائدي واجمع بجاهه العظيم بيني وبينه اليوم وزحزح بيني ولتغنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم من ذي الجمعة اشكر جهادي الذي أمضيت يا مغنيا في رجب أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد قبلت كلي لدى شعبانا واعمل الذي بدا قربانا شكرتك اليوم وقلت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب
قضى حوائجي في الشهر الحرام أدم بذكره وقاني الحرام وصل بتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المال وفي قبائحي مع وبدل جميعها ردا بلا تبدل واجعل بقية حياتي ردا عندك واجعلني مقدما ردا ولتصلح الذاكر والباطن يا ذاكر يا باطن وارفع شانيا والتقني النار هنا وفي غد وليقلد الردى في رغد وتغنني اليوم عن التسبب وتقني كل أذى وتبب واجعل متابي خالصا من قدر وصرمدا قني سوء القدر واجعل بيوعي رابحات أبدا يا خير معطي مستر قد عبدا واجعل حروفي كلها عبادة واقربها لي يا إله العادة واجعل صحيفتي يا رب خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وقلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صل بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في قربته التسبين والآل والصحب ذوي الغناء بك وكلي والتزي العناء واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير نوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سق لي فوق غردي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآله وصحبه مع سلام وتقني بجاهه كل ملام وتمحو عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرداء يا ذا القدر وبدله لي رداك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى مانع سليا على الوصول مع سلام زايد وصولي واليه وصحبه ولتمنع كل أذى مني وقلد فنعي جد لي بالألفاظ والمعاني وليسقر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا قابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار وسر ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يمنع كل ما يضرني وصرمدا كل بما يسرني وصليا وسلما يا الضار على الذي محى الفرا والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل وصحب المذيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورد لي الأعداء والنارين وتحمي قلبي أبدا وبدني عن نلم وضرر وددني وعادة تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة وتحمني عن كل موض سرمدا بجاه خير العالمين أحمدا وصل يا نافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلم وجملة الرسل بكل مسلم واجعل حياتي ذات النفع والشفاء يا خير من علوم غيب كشفا ونجدا كلي بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصل يا هادي صلاة تهدي كلي بها عن النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكان ذي العز ذي الفضل وثم كان في آله وصحبه ولتهدني بخلق عادة وصحيح بدني بديع سليا على المتاع الموصل المزحزح القطاع سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وكل مسلم واجعل به كل دواما عجبا لصالحين الكاملين النجبا وعندك اجعلني وعنده ردا وعند جملة الملاذ الردا سل وسلم سرمدا يا باقي على المتاع الجائز الطباخ وآله وصحبه والتبقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لوم سل على قدم صدق الرحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي
وهب لي اختفاءه في كل ما لاخترته به وقلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني وتصفعتني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيفك ذا وسيرنه مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كشف يزيد قبرا وهب له الصبر على امتثال أمرك يا من جل عن مثال وكله اجعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرا وصليا عليه عنه سرمدا في الله والصحب وكله احمدا ونجيه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفات واجعله عبدا قادما كغوثي بحرمة الماء الكريم الغوث وصل سرمدا عليه بالجميع الأنبياء ورسل الريا سميع مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جمعا وجلي ساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد واتقني جملة ما يسون في أبد بالمعتمى واكتب لي التصحير في الأكوان وليسقر كل ذي عدوان صل على خير البرايا الغيث من ازدرى في الحرب كل ليس وآله وصحبه الأسود وصمد الرد لي به حسود وتغنني بك عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وصمد الرد لي به مختالي وتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم واجعل فؤادي قزينة علوم نافعة للعلماء يا عليم يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأروم الصوم عمدها إلى سواك أبدا فليسخ ضعف مناي عددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فالشكر وإن منعت فردا وصبر فالمنع والإعطاء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قلت في دنياي ما عجلت لي سلت في أخراي ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذ لا يجيء من كريم الضير هذا الذي أظن بل أحقق فيك وأنت بالجميل أليق رجوت أنك تسوق أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يضر عني في أبد يا خير مغني يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا ظلمنني وكل ما أخرجتني منه فذاك علي ضر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأجده غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخذني بالماضي مدى لي غفرت كله خير الرضا لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا أخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل عيب ذا هدى لك لساني ذاكرا كقلبي وعندك يعني من أهل القرب لك جوارحي ذا الأعمال دائمة مع صلاح الحال وهبت لي وداد كل مسلم عصمتني من شر كل مجرمين إليك قطعا تبت يوم الأربعاء عند النصارى من عيوبي معا غفرت ذنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بالحق كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم فارقني الأعداء بالتوحيد وقمة المشفع الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة عند الهادي الأحد زببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقاضت صفة كتبت موقنا بأن المصطفى صلى عليه ربه كما اصطفى
وهبت للمضي بالكتاب وبالحديث مخلدا ثوابي وهبت للسنة والسعادة والعلم والأدب والعبادة وقيتني البدعة والشقاوة والجهل والكسل والغباوة رددتني إلى ذوي الإسلام بالبشر والكمال والسلام بلا مشقة ولا كآبة بالله والرسول والسحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب والشفيع أحمدا فصل أفضل صلاة بسلام عليه بالله وبصحب الكرام واجعل يدي قادمة لك به حتى أسير عندكم كصحبه جعلت كلي خالصا موحدا ولعباده قد غدوت مرشدا أغنيتني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في الأجر واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما شاءوا فأنت الأكرم قلت لي القبول والرداء قلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواك نورا وهدى كتبت لي صواب في كل نفس عصمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت للفوائد حجت لي بمحو كل أودي ودنس بلا خلا وحسد وهبت لي إلى الجنان ذكرى قد تلاوة معا وشكرا أقط ما شئت حميدا ماضيا بما لي اخترت سعيدا راضيا عصمتني يا رب من كل حرام وكل مكروه وقدت للمرام كفيتني إبليس والمكائد ومشكلا كفيتني المفاسد لجي اشتريتها بما لديك يا من أوصل الوراء إليك وفي جميع لي دواما باركي يا من قضى حوائجي يا مالكي قلت لي البحر وأهله بكن كونت لي ما لي سواي لم يكن وهبت لي علوم من تقدموا وما تأخر بكن يا أكرم جعلت لي الكشف الصحيح بدلا من الضمائر مع العلا تقول لي يا رب ما أختار يا من له الداران والأقدار في موطني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقرت الزمان وهبت لي فيك وفي خير الورى وفي الكتاب والحديث البشرى يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجد كما عصمتني به من مين وكل فتنة وكل شيء يا من وهبت لي فراق الأودى قلبا وقالبا سعيدا مصيدا أنسيتني بالأجر كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء القضاء أدخلتني ربي بلا إخراج فيما ليخترت بلا استدراج لك علي فيه شكر وردا يا واسع وسعت لي بمرتدى يا الله يا حي الذي ليس يموت مانع الثناء عليك من سكوت فكيف أسكت عن الثناء عليك يا ذا الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الرداء عنك ولي كنت بلا إعداء أم كيف أمسك عن الشكر وقد أنعمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأذكار وقد عصمتني من الأشرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآل وصحب أهل الفوز بالإفضال وسلم يا من نفى الأعداء إلى سواي والأذى والداء يا من قضى حاجي يا من ردني دنيا وأخرى زاردا ومنني ليجعل العودة دواما أحمدا وسلم على الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كوني عبدك قديمه كما تحب وكن الأذى والألما واجعل بقية مكوسي به في أكبر رداء كمثل سحبه وغردي قدلي بغير محني بجاهه في موضعي ووطني وفيه حطني واقتن الأعداء في أبد وسخلي الآلاء واعصمني الدارين من كل ضرر
وليغب ما شئته من البشر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بالجاهه مصايا والتسلم عليه بالآل وكل مسلم وليهب بحرمة الرسول الفتح والرسوخ قديسوني والفوز بالكتاب والحديث وبنجاتي من الخبيث والأمن والقهر على الأعداء في البر والبحر وبرء دائي وبتلازم البشارات إلى دخول الجنة الرضي زعتلا يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيع أحمدا وآله وصحبه وهب لي عتقا وإطلاقا بغير كبل قهرت للأعداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقت لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا قدير قهرهم وليغب بحق كل يوم ما طاق ذني بغير لوم وهبت للكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وعدم الميل إلى غير رضاك حتى أفوض يا حفيظ بهداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه صل وتسلم سرمدا بآله وصحبه والتابعين فرحك بيني وبين المشركين ردتني رب إلى مشاكري وليرد رب كل كافر ليستجبت إذ محوت أجلي وصرمد كلي بغير وجلي واشهد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول الصوما لاشهد بأني قد جعلت نفسي لك وديعة فكدت حفسي قيدت نفسي بعد كونها لك فيما تحب رب زكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي قدما لرئيس الأصفياء والنية تلازم تلاوة وكل ما اخترت ذا حلاوة مع صلاتي على النبي صل عليه سرمدا يا محيي بالنظم والنصر وبالصناء عليه بالشعر مع استغناء إلي قدت الصدق والوفاء وقيتني الفترة والجفاء مني قبلت كل ما كتبت بلا أذى حققت ما ظننت يا ربنا يا ذا العطايا الباقية صل صلاة لا تكون فانية مع سلام دائم على النبي محمد وآله والنجب وصحب جاهه هبات وافرة ليغنى وفي غد في الآخرة سلعي اشتريت قبل اليوم بما يفوق الذن عند الصوم وبي يا كريم بشر قومي دنيا وأخرى قد نحوت لومي هب لي دامة قيام الليل كما تحب وتعظم نيلي زدني ردا بالمصطفى وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل واتقني الحرام والمكروه في سر وجهر والعدا وعرفي كفيتني شبه أذهبت جميع ما بعته قبل وكن لي يا سميع كفيتني جميع قبل الساعة مني قبلت ربي كل طاعة وكل ما أردت أو لي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صل وسلم سرمدا على الرسول محمد والآل والصحب العدول وليهب ما شئت في الجميع بالأمن والبشر وقز مبيعي وسره مني فلا يعود لي سوى الثمن يا حميد يا الله يا قهار يا ذا العرش يا متكبرا شديد البطش سلم صلاة بسلام تقهر لي عداي وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولشدي لشد بعزمة من الركون للظالمين وتدم سكوني إليك بالذكر الحكيم والحديث في وطن الدار السلام يا مقيس ظلمت نفسي واعترفت بالذنوب فاغفر ذنوبي وامحو عني العيوب يا فاعلا لمن يريد بكني كونت لليوم الذي لم يكن في ذاكر وباطن بلا سبب مني بلا مشقة ولا طلب
واجعل مكاتبي يا ربي كنزا دنيا وأخرى وتدم للعزة وليكن في كل شيء نبدا وزدني العلم وزدني الهدى وصل أيضا ربي أفضل الصلاة مع سلامك على ماحي القلات وآله وصحبه واشهد لي وآله وصحبه واشهد لي بأنني عنك رضيت ربيا وعن حبيبك رداء صافيا لا سخط بعده شكورا داعيا وتجزه عني يوم الحشر خيرا كثيرا إذ كسبت دري بجاهه اليوم والإخذ وطري بعزمة من قتر وغرر ومن غرور وعجل الأيام أحبتي يا ربي والأعوام يا ربنا صل وسلم عني عن النبي بحزبه بالمن وسخيورك إلي أبدا يا من كفاني دررا حيث بدا وقيتني القلط والإفساد وهبت لي الصواب والرشاد عصمتني من كل ما أبيت في أبد لي قلت ما اشتهيت إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى واجعل جميع حركاتي أجرا وسكناتي واجعل اللذات لي وسائل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بسلام وآله وصحبه على دوام زدتني العلم به والعمل وأدبا ولي تسوق الأمل بك غنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت للتوحيد والتنبها وهبت للحديث والتفقها ما لي سواك يا كريم أبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقل في أبد ما يصلح حتى أرافق الذين أفلحوا خرجت من تدبير النفسي ليا إلى الذي دبرته لي ربيا من ذلك القميص للجنان بك فنجني من النيران بذا القصيدة ترك جلبا بك ودفعا قالبا وقلبا فما إلي سقطه فاشكر وما حبست فردا وصبر فكيف أترك الذي ساق الكريم تكرما إليه من غير نعيم فأبدا سخلي قبل الطلب ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولا سأطلب الذي قد حبس عني الذي يختار لي ما نفسا فصرمدا وجه لغيري يا عليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اختفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي معمما من نظم أو نصر بجاه المصطفى صل عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولجعل جملة عمري ربي خير عملي يا ربنا صل على محمد مع سلام دائم بالعبد واسمع تضرعي ومصاعي أحمدي والعقد والقول دواما سددي وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا قيدت نفسي بالكتاب والحديث ذا توبة إليك من كل قبيس وصرمدا بك أعوذ يا حفيظ من كل حاسد وذي قلب غليظ ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن هب لي من ذا اليوم الامتنان كوني معصوما من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعبده أخدم خير الإنس عبدا له جل بما يرضاه بقمة الماح الذي استفاه وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا شفيعنا محمد صلى عليه بسلام الصمد بآله وصحبه من ضمني به لكم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأزهدي قلبي في غير رضاك أبدا وجل حياتي رضاء وهدى وليقب بحرمة الخميس فراق ما يفضي إلى تدنيس وليسخ جميع ما كتبت فيه من الخير الذي اخترت واتقني جملة ما حواه من درر وكل ما آباه
بريت من حولي ومن قوتي في عام جكشش بكونك لي يا رب صل بسلام أبدا على محمد ومن به اهتدى وصرمدا كلي في جملتنا دخلت فيه واهدني تكرما يا من هداني باقيا بلا ممات ولا عداوة والضر أو شمات عصمتني من درر النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فحقق عصمتي وتغنني بك عن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه صل مع سلامك واصلح كلي صل عليه بسلام بجميع آل له مع السحاب يا سميم واسمع تضرعي وليستجب به جميع ما أقوله بحبك صل عليه أبدا وسلما بالآل والصحب وقصده تمما أقول والله النصير والوكيل وأرتجي منه حصول ما أقول الله ربي وولي أبدا عصمني من كل من تمردا ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليك نعم السجد صل عليه بسلام عالي في آله وصحبه يا والي وليجد بما يفوق ظني من المواهب وأعلي شأني وليكن وبشر البرايا في أبد بها مع العطايا وفيك بشرني بلا التفات يا من كفاني جملة الآفات وليكب حب جميع المسلمين وليسقنا جميع المشركين أسألك اليوم وإني مغترب يا خير مدعو فدعوة استجب جد لي بالتصير في الشرق وفي الغرب يا قهار بالهادي الوفي بالحب والتكريم والإعانة واتقني الغرر والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأزمان حيث أكون وتسخ لي النفع وتقني الضر والإخبار المسعى تبت إليك اليوم من تذبذب وما جنيته لسوء الأدب من اعتقادي ومقالي والعمل وكل ما صدر مني ذا قلل معتصما بالله والرسول صل عليه ولتسخ مامولي لي بجاهه العظيم عندك وليجب كوني دواما عبدك وأن تكون جملة الأخران أحبتي في الحمر والسودان وأن أكون أبدا مقربا لديك عبدا قد علا تأدبا وأن نكون عند عبدك الرسول كآله وصحبه في نيل سول أجب دعائي به وهب لي بجاهه العظيم يا ذا الفضل سعادة الدارين مع كفاية هميهما وهب لي العناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبولة بلا كدر وأن نقوض برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يزهر وكون عقدي ومقالي حقا وأن نحوظ ذا أمان عتقا لجت بالإطلاق زدت أن نكون من الذين للجنان يخرجون مع المنى من غير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب ونكون فرحة الملائكة عليهم وأزكى سلام المالك ونكون بشرا لليتامى والفقراء الدهر والأيام وأن أكون تحفة العباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تعلم وناسك وفرحة الرسل معا والأنبياء والعلماء طرا وبشرا الأولياء وأن نكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وكل الأتقياء في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بشر كل بلدي وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد أحبابي وأن نفارق جميع عيبي حتى أرافق رجال الغيب وأن نفوز بوراثة السند في العقد والقول وفي فعل السدد وأن يدوم مدحه أحب لي من ذهب وفضة وابلي وصل سرمدا عليه بسلام بآله وصحبه يا ذا الأنام واجعله عندي حاضرا وذاكرا واجعل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه الله بالآل وصحبه ومن والاه يا رب إنك على ذاك قدير وبإجابة دعائي جدير
لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والشكور وكوني الفقير والحقير والداعي الراجي ذي التبشير يا رب جد لي بالإجابة هنا ما لي سواك هاهنا ولا هنا خذني عن الأسواء والأقدار في هذه الدار وتلك الدار إليك أسلمت فذكي نفسي ولي سخما كل عنكم مثلي أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرشدي حاويا تبت علي فككت حبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب محوت عني الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحققي لي متابي يكفني ما أتقي تبت إليك اليوم من كل عيوب محوت عيبي فلتعلمني الغيوب تبت إليك اليوم ذا أماني فليكن ولي أطر زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه سلت بسلام قد صفى بعت ابتداعا وحراما بسنن وبحلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتبشير والسلام يا من كفاني القبر والقيامة قد بعت ما أهوى بما أرضاك وقلت لي السكون في رداك وجهت وجهي إليك بائعا ما بعته ولا يكون راجعا لي أبدا بفضل باق كان لي في البر والبحر وسري صان لي أمضيت بيعي به لا بسواه وبعت ما لم يرده لي بهواه يا ربنا لك دواما مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وشاكرا لك وأرتجي منك دواما فضلك الحمد لله الذي قد قادني من وطني بروضه من كادني وغاب بي عن جملة الأكوان ولي سقر ذوي العدوان وجاد لي منه تعالى بمدد أرجو به استقامة مع السدد وكفى عني وهو خير من يكف ألسنة الأعداء طرا والأكف وجاد لي فيهم بنصر عزا وهو تعالى خير من عزا وجاد لي فيهم بنصر عزا فهو تعالى خير من أعزا أشكره بكلكلي وقلمي وجسدي وكف عني ظلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فعال كل ما يريد ربيتني فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا فرقني تبقية الأخيار ونقني من جملة الأغيار جد لي بالطج السير واكشف الحجب عني وسجرني فرحة النجب هب لي ما رجوت يا وهاب يا من له الإياب والذهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها معافا يا سلام نقلتني منها لأجل تربية يا خير رب ولأجل ترقية وكملت تربيتي فرقني وردني لها ومترك خيري وليهب بجاه أفضل البشر وسيلتي لك تلاظم البشر وطلب بالتسليم يا ذا الأمر عليه بالآل وطول عمري عبدا قديما ماكسا في الطوبى وكف عني بها القطوبى وليسخ بلا حساب ما أشاء في أبد وتقني ما لا أشاء يا ربنا سل صلاة لي تكون بها بتسليم به أحوي السكون عن نبي المصطفى محمد والآل وصحبه وخدمة أحمد بجاهه واجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عما واجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من نظر فأسلم على الرسول المنتقى محمد وآله وصحبه عصمدي واجعل به نظمي ونصري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغير العدا فتذهب
بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بالآل وصحبه ويسر ما أروم لي أبدا واتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء نبدا يا خير معبود بحق وبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبقيام الليل والصيام كما تحب وتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا قديم في قلمي وليهب مجدا يدوم واجعل جميع ما كتبت أكبرا ردا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا مقدم على الذي له دواما نخدمه لوجهك الكريم وهو سلمي بالآل وصحبه وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وحدت ربي الذي له الأمور بهذه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم والذاكر الباطن معطي ما أروب وجب لله الوجود والقدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له انقضاء من يعتقده سره القضاء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا قد خالف ووجب القيام للمنان الموصل المؤمن للجنان ووجبت وحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجبت وحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إضلال في الذات والأفعال والأوصاف من يعتقد ذا يسقه بصاف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وأبدى بدرا فكل ما أراده القدير فبالوقوع لم ترى جدير من سره الصفاء بلا أقدار فليكن لائظا بذي الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليكن منقاضا بلا تصويف من سره ألا يلاقي الضرر فلا يحب من يساق للشرر ووجب العلم له تعالى وللكرام يهب انفعالا ووجب الحياة باقي يبقي من شاء بلا إماتة ذا سبقي كحوره والعرش والكرسي سبحان باق باطن جلي فكل من علمه الخبير فارقه الظنون والتدبير وكل من أبقاه باق محيي فابدا خير حياة يحيي ووجب السمع لهاد سمعا تضرعي مرضي قتل طمعا ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النصير ووجب الكلام للمنزل ذكرا حكيما لا يزال نزلي ووجب الإيقان بالوجود لمن له عند العدا سجودي سبحان من بجوده والكرم مني تقبل مع التكرم من شك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنعم المولى فغره الضلال والإضلال فللإله الحمد والجلال لي بان وحدي أن ذا العرش العظيم أليق بالخدمة بالدر النذيم إلى سواي زحزح المعين كل عدو وانسنا اللعين لا يتوجه إلي سرمدا ترده من لا يزال صمدا من يستعز بالله ذي الوجود من الشياطين يفوز بجود من مال عنه لسواه طردا عن بابه وسرمدا لن يردا ما أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر والعجز عن إدراكه التبصر سبحان من إدراكه الممال عن الهدى وعكسه الكمال سبحان من مني شرى مسلوبا وقادر الرائب والحليبا أزكى صلاة قادر مقتدر على الذي كوني قديمه دري أنما سلام قادر مريد على النبي المنتقى الفريد حمدت من في رمضان دكسشي أمنني من درر المشوس
إذ بعده العدا جميعا سجنوا عن قصد النحو ولغير ركنوا ختم ركونهم للنحو بانا من قبل صوم جكسة تبيانا قد صرفوا من قبله لغيره بالانصراف اللي وطم سيري حال إلهي بقدر عظمة رات الحفيظ القابل المعزمة بيني وبينهم بلا تسليط عليه سرمدا بلا شروط وألاني الله الكريم الباقي ذو الأراضين السبع والطباق لانت قلوب العالمين أجمعين لي بلا أذى ولا كيد اللعين لله ما في الأرض والسماء وغيره وجاد بالنماء هو الذي شكرته بقلمي بلا أذى ولا عدا أو ألمي ملكني الإله والرسول عليه تسليماه نعم سول له بقائي وهو نعم ملكي وقال لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سقر الملوك كما به غنيت عن كل سلوك الله نعم الأحد الإله قطعا ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد وليصفى كل شيء ذا بلد ساق لغير الكد والمكاره باقي مرد لا يكون كارها من على العبد القليل الحب بكل سول سر خير ربي أبقاني الله بمن علاه قطع ولا إله إلا الله وعلاني الباقي الذي ليس يموت وليس تنفو جهتي عدا المميت إلي قاد ما له الأكياس فروا ودون منني القياس تاب علي ذو السماء والأرض وللجنان لي ينحو المرضي واجهني الباقي الجميل بجميل ولسوى نحوي عد الله تميل أجابني المجيب عاما واكسشي فيما به شكرته من أكسشي لي قاد من قاد له الغر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وسميع وهو شكور قاد لي حب الجموع الله وال وكريم وسميع وهو شكور قاد لي حب الجموع رب السماء والأرضين والهوى ربي ولي قاد رداه في الهوى ضيافة الكريم خير المنزلين ثيافة لي بإمام المرسلين واجهني ضيافة الكريم خير المنزلين صافية لي بإمام المرسلين واجهني جزاء ربي وجزاء وسيلتي له ووعدي جزاء أكرمني بالضبط والثمن أكرمني بالضبط والسمن الكريم وذا شكور بعد حمد الله أريم لله رب العالمين أبدا حمدي وغير مالكي لن نعبدا له خطابي بعدما أجاب إجابة قادت لي العجابة هديتني ولتقلد البشر بلا مشقة بسيد البشر عني رديت قلت للإدراك كفيت كل الذنب والإشراك إلي قلت كل ما اخترت لي لغير تعسير وقد صنت لي كنت لقلك وحبك القديم بما يغيب عن سواك يا قديم لك شكوره على المصونة يا حافظا أدخله حسونا لك شكوره على الإخفاء بلا مضرة ولا جفاء سكت بعد الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يشكر من ليس عليه يخفى شيء مناجيه بسر نخفى آيات باخ أنزل الكتاب ساق لغيري أبدا عتابا قاد لي المصونة المحررة باق يوصل إلي الدرر دعائي استجاب للباقي الجميل وكان لي بأمن وبجميل